النهاردة هنعمل مع بعض حاجة حلوة في الحر اللي احنا فيه ده، من غير ولا بوتاجاز ولا فرن ولا اي حاجة. زي ما انتوا شايفين حلوة جدا. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة بنجيب صينية، اي صينية بندهنها كويس عشان خاطر تبقى سهلة معانا واحنا بنقلبها. ده موز مقطع حلقات، ممكن موز او اي فاكهة عندك. ده تفاح مقطعاه مكعبات، برضو اي فاكهة تنفع، مش شرط الفاكهتين دول، اي فاكهة. وده بسكوت سادة، بحط طبقتين 3 كده فوقيه، فوق الموز والتفاح، طبقتين 3 كده من البسكوت. وبجيب بولة، وده جيلي موز، اي جيلي برضو ينفع في الوصفة دي، اي جيلي. باكت واحد اهو، وبضيف عليها كوباية مية مغلية، كوباية وسط، لا كبيرة اوي ولا صغيرة قوي، وبدوبها كويس. وبعدين بجيب نص كوباية تاني من الحنفية، نص كوباية بنفس الكوباية، وبدوبها وخلاص في ثواني، وبضيفها على على البسكوت وعلى الفاكهة وعلى كله. المفروض ان انا احطها في التلاجة حوالي ساعة، ساعة ونص كده لحد ما تجمد. انا هحطها في الفريزر نص ساعة، ساعة الا ربع بالكتير عشان انجز في الموضوع. فانا هحطها في الفريزر اهي، ما كملتش ساعة الا ربع وجمدت. بجيب البولة تاني وبضيف فيه، دي جيلي فراولة، ممكن تجيبي اي جيلي مش شرط ده، اي جيلي تلاقيه. وبضيف كوبايتين لبن، لبن بيغلي، كوبايتين لبن يكون بيغلي، دول كوبايتين بس، هي الكوباية التانية ما ظهرتش. ودول معلقتين قشطة من وش اللبن اللي انا بشيله العادي، دي اختياري، حابة تحطيها براحتك، مش حابة خلاص. هي بدوبها بسهولة طبعا عشان اللبن كان سخن فدابت بسهولة. وبعدين بضيفها كده على الوش، بضيف الخليط كله على الوش. المفروض ان انا احطه في التلاجة ساعتين 3 كده، لكن انا هحطه في الفريزر عشان ايه، ينجز معايا ويجمد بسرعة. اهو زي ما انتوا شايفين اهو كده، هو جمد خالص اهو. بجيب بقى طبق، وطبعا عشان انا دهنه الصينية كويس فهتتقلب بسهولة، ولازم يكون جمد كويس. لو ما اتقلبتش بسهولة معاكي انت بتفكي الحروف برضو بالسكينة، تمشي السكينة كده على الحرف لحد ما تفك يعني. زي ما انتوا شايفين تحفة تحفة جدا في الحر الصيف ده، وحاجة مفيدة ومغذية، وما حطينالهاش اي سكريات، هو الجيلي بس. والفاكهة طبعا بتعمل لها، الفاكهة واللبن والحاجات دي كلها بتعمل لها قيمة غذائية حلوة جدا، وساقعة في الحر اللي احنا فيه، والعيال هتتبسط منه جدا. طعمه تحفة تحفة تحفة. يا رب يكون عجبكم وتجربوه، وبالهنا والشفا لكل اللي يجرب.